احنا كنا قاعدين وفجأة طلبت معانا ناكل رنجة وفسيخ، ودي كانت النتيجة. اتجمعنا كلنا بقى وجبنا رنجة وفسيخ وبصل وفلفل وليمون وعيش، وعملنا بيكنيك كده صغير على قدنا، والقعدة كانت تحفة. الفسيخ والرنجة جبناهم من مكان اسمه البرنس موجود في العطارين. احنا جبنا الحاجات دي اول يوم العيد وصورنا اول يوم العيد، وطبعا انتوا عارفين ان احنا كمصريين اول يوم عيد بناكل فيه. عندهم انواع كتيرة كده منه، كنت محتار اجيب ايه. وطلعنا بقى على حديقة انطونيادس اللي في اسمه. الحديقة دي لسه عاملينها جديد وبجد تحفة. قعدنا نتجول كده جوه الجنينة عشان نلاقي انسب مكان ونقعد فيه. يلا بينا. والاول مرة هجرب فيها الفسيخ هتكون معاكم. استعنا بقى بشيخ العرب وعملنا بيكنيك بقى كده صغيره على قد. وبالمناسبه بقى دي كانت اول مره لينا نتجمع كده هنا، واحنا بننضفوا البصل وبنشيلوا العروش بتاعته عشان نعرف. اللي قدامكم ده كيلو رنجة عمل 5 وحدات سعره 150 جنيه، ودي وحده فسيخ وزنها 350 جرام عملت 150 جنيه. وتسد مناخيرك وانت سديت بقى وداني مع عصره الليمون على الفسيخ، واللي هجربه لاول مره في حياتي معاكم. ما كنتش اعرف اصلا هو بيتاكل ازاي، والمفروض طعمه اصلا يبقى عامل ازاي. بصوا هو ريحته فظيعه، لكن طعمه حاسه دلع كده شويه. هنا بقى الكلام.